الناس كلها النهارده بتسأل بتقول هي الصواريخ اللي ضربتها إيران ديّة ما كانش فيها رؤوس متفجرة والّا إيه؟ هي كانت فاضية، كانت عبارة عن حديد؟ لأ طبعًا، اللي حصل إن إيران ما كانتش عايزة الضربة تبقى قوية، لدرجة إن هي تخلّي أمريكا وإسرائيل يردّوا يقلبوها حرب، عشان كده قلّلوا الرؤوس المتفجرة، خلّوا درجة التفجير قليلة بسيطة. الصواريخ وصلت لأهدافها كلّها، وصلت لأهداف عسكرية، وصلت لمصافي بترول، ضربوا آبار بترول، حقل غاز تحديدًا، ضربوا مطار نفتالين، مطار نتسريم، ضربوا مقر الموساد، طبعًا كان جنبها الضرب، طبعًا ما فيش وفيات كتير لأن طبعًا كلّه كان في الملاجئ. وفضلوا في الملاجئ حتى بعد ما الضرب انتهى بأكتر من ساعة، ساعة ونص، وما طلعوش، والحكومة هناك ما قالتلوش للناس يطلعوا إلا لما إيران نفسها أعلنت إن الضربة خلصت. وطلع الرئيس الإيراني هدد وقال إحنا ردينا دلوقتي على اغتيال حسن نصر الله واغتيال إسماعيل هنية، والضربة خلصنا كده الضرب بتاعنا، بس لو إسرائيل ردت الضربة فإحنا المرة الجاية هتكون أقوى بكتير، والرؤوس المتفجرة هتكون أقوى من المرة دي. وده معناه إن إيران نفسها كانت قاصدة إن الرؤوس المتفجرة تبقى قليلة عشان يوصلوا رسالة لا أكتر ولا أقل إن إحنا نقدر نوصل لكم وعندنا بنك أهداف نقدر نضربه في أي وقت. خلوا بالكم ما تستفزوناش أكتر من كده علشان ما نضربكوش. بس دي كل الحكاية. ناس تانية بتسأل بتقول هي القبة الحديدية ما اتصدتش للصواريخ ليه؟ لأن المرة دي الصواريخ كانت فرص صوتية. الضربة كلها بدأت من أول ما الصواريخ اتضربت لغاية ما وصلت 13 دقيقة، وصلت من إيران لغاية إسرائيل في 13 دقيقة، على عكس المرة اللي فاتت إن هي قعدت أكتر من 10 ساعات. الصواريخ كانت فرد صوتية، صواريخ باليستية فرد صوتية، سرعة رهيبة جدا. القبة الحرارية مش مصممة إن هي تتصدى للصواريخ دي. حتى المدمرة الأمريكية اللي موجودة علشان تتصدى لنوعية دي من الصواريخ ما قدرتش تتصدى للصواريخ ديت. وإيران أعلنت كده، وأمريكا هايجة بقالها من يومين، بقالها من ساعة ما الصواريخ اتضربت، على أساس إن المفروض الأسلحة الجديدة اللي هم طوروها لصد الصواريخ دي كانت صدها ما حصلش. فإيران ضربت، حققت أهدافها، ضربت مواقع عسكرية، في إصابات، في وفيات، في خسائر رهيبة، بس الضربة كانت محدودة وده كان مقصود. بس، والسلام عليكم.